للأسف. كنت رافض أنا أول شيء إنه أزوجها، بس لما شفتها يعني كانت يعني كثير مأثورة عندي، ما كنت أحقق لها أي أمنية منها. بدها تتطلب مني مثلا، بدها أمنيات كثيرة مني، بس أنا ما أقدر أحقق لها الأمنيات، كون إني لحالي هون، عندي إخواتها وبس وأبوها مستشفى، يعني ما كنت أقدر أحققها. بتحكي لي بدي أطلع، ما أقدر أطلعها، بدي هيك، ما أقدر أجيب لها أي شيء. لقيت الزواج لما تقدم لها أول عريس والثاني يعني هيك، حبيت إني أزوجها عشان هي تحقق أمنياتها. في كثير كمان بنات من جيلي فبتلاقيهم معهم أولاد بيتجوزوا معي. مسؤولية، يعني صعبة هي المسؤولية جد. بعدين ندمت بعد ما يعني شفت إنه الزواج يعني مع هيك شخص أكبر مني بالسنة كثير سنين، يعني فوق 40 عمره. بعدين بعد الزواج يعني انقلب، يعني صار غير عصبي، يضربني، صار يتعامل معي بتعامل غير يعني أول. 15 ما أعتقد أنها قاصر، هي بعد فترة من فترة أنها اكتمال البنية الجسمية عند الفتاة تصبح الآن مؤهلة للزواج. في منهم ما هو يدور السترة، في منهم ما عندهم إمكانيات، كانوا يجوزون لما يجوهم الناس الخيرين والطيبين وكدوا عليهم بما انها اكتملت بنيتها الجسمية تكون قادرة وقادرة على تحمل مسؤولية البيت، تعتبر بغض النظر عن السن. مسألة زواج القاصرات مسألة مؤرقة حقوقيا وإنسانيا وضمن معايير الدولية لحقوق الإنسان، وهي أصلا في بعض حالاتها ومعظم حالاتها مخالفة لكل التعاليم المسموح فيها بحالات الزواج. في قضية اللاجئين المسألة معقدة. قضية تزويج القاصرات في مخيمات اللجوء في الأردن هي نوع من السمسرة والإتجار بالبشر، ولا يمكن تعريفها بأقل من ذلك، لأنه عملية التزويج بتتم على قاصرات دون سن 18 وتبدأ من 14 وال15 وال16. حكاية سارة كلاجئة سورية قاصرة ودعت طفولتها برسم البيع تختصر معاناة كثيرات على أرض اللجوء، وتكشف عن رغبات وشهوات الطامعين بطفلة لا تشكل بأعينهم سوى عروس لا تصلح إلا لبضعة أيام، وإن طالت المدة فلشهور. يعني لازم أصير قوية مشان أقدر أنا أمشي مع الناس اللي زي هيك، مع الناس اللي تضحك على البنات الصغار. أي شخص كبير بالسن يطلع على بنات صغار هيك تكون عنده غاية، يعني يا غاية إنه هو نفسه بنات صغار ويلعب على بنات الناس ويضحك عليهم ويرميهم ويتركهم. يعني أنا لو كنت حامل أو شيء هيك وما عاد رجع شو راح يصير بحياتي؟ أكيد راح تدمر أكثر. فمشان هيك بنصح أي بنت ما تتزوج حدا أكبر منها. أولا ما راح تتفاهم معه، ثانيا يعني أكيد هو ما راح يحبها، فلشو تزوجها لأنها صغيرة؟ القانون الأردني في التشريع الأردني في الشرعي أنه سن 18 هو السن الطبيعي للزواج، إلا في حالات استثنائية يحددها القاضي الشرعي بحالات محدودة لظروف استثنائية، وأساسه هو استكمال الحالة الجسدية والفسيولوجية للفتاة اللي المراد تزويجها من أردنيين إلى بعضهم. من المخاطر الحقيقة اللي احنا نخشى منها أن يكون هناك العرف العادي يتغلب على المصلحة، بمعنى أنه الناس موجودين في مجتمع ضيق داخل المخيم، وبالتالي يتعرضون ربما لضغوط في الحياة أكثر من الناس اللي موجودين خارج المخيمات، وبيحاولوا يتهربوا من هذه الضغوط ومن هذا الواقع. الهروب إلى الأمام، الهروب إلى الأمام هو عبارة عن تزويج هذه الفتاة، وربما تكون الفتاة راضية بهذا الزواج وهي تريد هذا الزواج، لكن هو لا يكون ناتج في الحقيقة عن بيئة طبيعية، وإنما بيئة اللجوء وبيئة المخيم هي التي تدفع إلى الرضا بمثل هذه الزيجات هروبا من مشكلات أخرى ربما قد يتعرض لها اللاجئين.
الفقر والخوف من المجهول والعبء الثقيل الذي يراه الأهل في حال عدم ارتباط بناتهن في عمر مبكر أسباب جعلت من زواج القاصرات السوريات سيفا يسلط على رقابهن لا مجال للهروب منه. فأبسط الأحلام صعبة التحقيق، وما بين الطفولة وعش الزوجية صغيرات دفعن الثمن. انه كنا مثل ما حكيت لك عايشين ببناية بيت ايتام، ممنوع تطلع، ممنوع الفوتو، ممنوع تتحركي، ممنوع تفتحي شباك. من ضغط يوم يعني جاني عريس وافقت وتجوزت. البناية كانت ضغط، لا تخلونا لا نطلع لا نفوت لا نشم هوا، ممنوع حتى احنا مثلا بنات يقعدوا مع بعض. لما نزل العريس يعني لريم كنت رافض انا اول شيء انه ازوجها، بس لما شفتها يعني كانت يعني كثير مأسورة عندي، ما كنت احقق لها اي امنيه من حق. بدها تتطلب مني مثلا، بدها امنيات كثيره مني، بس انا ما اقدر احقق لها الامنيات كون اني لحالي هون، انا واخوتها وبس، وابوها مستشهد. يعني ما كنت اقدر احققها. تحكي لي بدي اطلع ما اقدر اطلعها، بدي هيك ما اقدر اجيب لها اي شيء. اللي لقيت في الزواج لما تقدم لها اول عريس والثاني يعني هيك، حبيت اني ازوجها عشان هي تحقق امنياتها. ومع رفض القانون الأردني زواج الفتاة دون سن 18 عاما، عادت ريم إلى سوريا بغية إتمام عقد الزواج. فزواج الفتاة في سن مبكرة أمر مألوف في بعض المناطق السورية، وهذا ما يراه كثيرون ممن لا يجدون في مثل هكذا زواج إنقاصا لحق القاصر. أما البعض الآخر فيجد في زواجهن جريمة تحرمهن حقهن بطفولة تواجه بمصير مجهول. يعني مو قادرة استرجع نفسي لطفولتي ولا شيء، يعني حاسة حالي اني تدمرت، خصوصا يعني بعد الزواج. حابة ارجع اكمل تعليم، حابة انه اصير زي البنات، يكون عندي حلم اصير اشي. للأسف هو من السعودية وبس تزوجنا جيت اجا حكى رح نثبت الزواج هيك، ما عاد شفته، اختفى. اللي عنده 6-7 بنات شو يسوي بيهم؟ ما بده يجوز؟ اذا ما جوز شو تقول؟ وحتى ظلوا قبل دائما فعلها من عيالها. اللي يجيك لا تقطع مرة مرتين وبعدين هذه بدها تتجوز، مهما ربيتها اخرتها بدها تتجوز. لكن انك انت تتجوز قاصر لواحد عمره 70 سنة مش معقول. برضو كمان تكافؤ على اساس انه البنت يكون السن متقارب ما بين الزوج والزوجة. تراجعنا احنا لما حكونا انه ممنوع الزواج هون عندكم بالقانون الاردن، انه ممنوع الزواج تحت 18. تراجعنا وتغلبنا احنا. عقدنا العقد، بعدين عقدنا عقد يعني وتزوجت، بعدين عملنا لها عقد من المحكمة. رحنا على المحكمة ما حدا رضي يكتب لنا كتاب يعني تحت السن القانوني. كتبنا لها كتاب بسوريا وجبناه من سوريا لهون. ريم زوجناها حالة اضطرارية ومثلها مسائل، يعني كل بنات سوريا هيك، يعني كلها حالة اضطرارية كمعيشة، كمثلا انه احنا عايشين جو لاجئ مخيم، اختلاط، بخوف يعني عليها. بلاقي مثلا عند زوجة احسن استر لها، بس انه حالة اضطرارية انه زوجناها. وهي كانت كثير شاطرة في المدرسة، بس انه الضغوطات وهالاشياء اللي صار معنا انه اضطريت اني ازوجها. وبعدين انه كمان انه هي طفله 14 كانت طفله صغيره، يعني كنا عايشين بالمخيم، رجعنا طلعنا على سكن، يعني وين ما رحت وين ما جيت، يعني هذا كون المجتمع وين ما رحت وين ما جيت، كان سوري ولا بالاردن اي مطرح، انه البنت يتيمه، انه بلا اب، راحت اجت الام ارمله، تصير يعني العين كله على اليتيمه والارمله. في الحاله السوريه هي حاله اتجار بالبشر، لانه هناك اول شيء فرق بالسن بين الفتاه والخاطب أو المتزوج. وللأسف الشديد يعني أنا بقولها بصراحة أنه معظم حالات زواج القاصرات في مخيمات اللجوء السوري تمت إلى عرب وليس في الأردن بشكل أساسي، وكان التزويج بمصالح مادية مشتركة. الأب أو الأم أو ولي الأمر أو البنت كانت تتزوج لأهداف مادية بحتة، وكان يتم الزواج لمدة فترة قصيرة ثم يختفي المتزوج من المتزوجة ويكون فارق السن بينهم كبير. الأرقام المعلنة في المخيمات
اللي تم فيها تزويج قاصر من شخص غير كفؤ جسديا أو عمريا بلغت أكثر من 12,000 حالة. 12,000 حالة على الأقل 70% من هذه الحالات الأزواج تزوجوا لمدة شهر أو شهرين ثم اختفوا، تركوا الزوجات في بيوتهن أو رجعوهن إلى المخيم.